بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه يوم الدين. ثم أما بعد، أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الأربعين النووية نشرحها، نسمعها، نعرف ألفاظها ونعرف معانيها ونأخذ الفوائد والحكم منها. نحن مع الحديث 31 من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث الزهد. نقرأ الحديث كما تعودنا عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. نعيد الحديث عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. بداية كما تعودنا نعرف ترجمة الصحابي، ومعرفة الصحابة فيها فضل عظيم حتى نعرف تاريخ وأخبار من عاش مع رسول الله، أو من صاحب رسول الله، أو من أخذ ولو قليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل هو أبو العباس سهل بن مالك الساعدي الأنصاري، وهو من الصحابة الذين اشتهرت أسماؤهم والذين اشتهرت أخبارهم. يقال في السير أن اسمه كان حزنا، مشتق من الحزن، فغير له النبي عليه الصلاة والسلام اسمه وسماه سهلا. كعادة النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعلم أصحابه التفاؤل، يبتعد لا يتطير، ولكن دائما يبتعد عن الأسماء الغير مبشرة أو الأسماء التي ليست لها معان حسنة إلى الأسماء التي فيها معان حسنة ومعان جميلة ومعان مبشرة. والاسم في تسمية الأولاد أو في إطلاق الكنى والألقاب على الناس يجب كذلك أن يكون اسما له معنى، واسما له مغزى، واسما يتربى الناس حين سماعه. هذا كان اسمه حزما، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا.
توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل بن سعد الساعدي كان عنده 15 سنة. 15 سنة، يعني لما كان عايش مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان سنه صغيرا، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أكيد قبل سن 15، لأن النبي توفي وتركه عنده 15 سنة. فهنالك كثير من الصحابة سمعوا أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم صغار، ثم رووها وهم كبار، أو رووها بعد البلوغ. عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام سهل بن سعد الساعدي، عاش زمنا طويلا وطال عمره حتى أدرك زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، توفي سنة 88 للهجرة، وقيل سنة 91 للهجرة على اختلاف علماء السير في تاريخ وفاته. ويقال بأن سهل بن سعد الساعدي هو آخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة، وله في كتب الحديث 188 حديثا أخرج له الجماعة في كتبه. طيب، هذا الصحابي الجليل الذي أخذ ترجمة مختصرة عنه وعرفناه سهل بن سعد الساعدي الذي توفي في سنة 91 للهجرة، يقول: أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان الصحابة يتعلمون؟ الصحابة كانوا يتعلمون حينما يقرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحي القرآن الكريم، أو حينما يذهبون هم ويستفسرون عن بعض المعاني من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي التعليم، هي الإرشاد، هي تعريف الناس بأمور دينهم وتبليغهم مبادئ الرسالة. أو يتعلمون من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي أعرابي من خارج المدينة المنورة فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو حينما يأتي رجل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هم جالسون يتعلمون من السؤال ويتعلمون من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأينا في الحديث الثاني من الأربعين النووية في حديث جبريل عليه السلام حينما جاءه على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المتأدب، وكان هو يسأل والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، والصحابة كانوا يتعلمون. كذلك سهل بن سعد الساعدي في هذه المسألة أو في هذه الحادثة يروي لنا قصة، وهم دائما يكونون جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته. دلني يعني أريني وأرشدني، دلني على عمل إذا عملته، وفي رواية أخرى إذا أنا عملته. قال: أحبني الله وأحبني الناس. أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل الصحابي لأنه قال له: يا رسول الله، يعني يؤمن برسالته، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم كل من رآه ولو لحظة حال إسلامه هو صحابي، كما هو قول جمهور العلماء في تعريف الصحابي، والمسألة فيها خلاف. هذا الصحابي قال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دائما كان الصحابة يفكرون في المعالي، وكان الصحابة
إلى أخذ وإلى التعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفعهم، ما يبلغون به المقاصد، ما يبلغون به الدرجات العلى. هذا الإنسان يريد أن يعمل عملا يحبه من خلاله الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يحبه الناس. من منا لا يريد محبة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو الذي يجب أن يسعى إليه المؤمن، أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى، أن تكون من أحباب الرحمن. نعم، أنت سواء كنت طائعا سواء كنت عاصيا، أنت محب لله سبحانه وتعالى. إذا ذهبنا إلى سكير في مخمرته وقلنا له هل تحب الله؟ قال نعم أنا أحب الله سبحانه. هل تحب رسول الله؟ نعم أنا أحب رسول الله. كل مؤمن في قلبه تلك الطيبة وذلك الصفاء وذلك النقاء، ولو كان عاصيا ويريد محبة الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال المطروح، هل يحبنا الله تعالى؟ هل يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي لا نضمنه ولا نتيقنه. وإن كان من المستحسن من المطلوب أن يكون المؤمن له حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله هي غاية كل مؤمن، هي غاية كل مجتهد، هي مطلوب كل راغب في الرضوان وفي القربى من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بين لنا صفات العباد الذين يحبهم الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا صفات العباد الذين يحبهم الله ويحبهم رسول الله. يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين والله يحب المتقين، وغيرها من الأعمال التي يجب أن نعملها ليس لنحب نحن الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر بيدك وتملكه وتدعيه، كل إنسان يدعيه، ولكن ليحبنا الله سبحانه وتعالى يجب كذلك أن تتوفر فينا بعض الأعمال، ويجب كذلك أن تتوفر فينا بعض الصفات، ويجب علينا أن نجاهد أنفسنا أن نكون حريصين كما حرص هذا الصحابي. هكذا نتعلم من الصحابة. هذا الصحابي كان حريصا أن يحبه الله سبحانه وتعالى وأن يحبه الناس، وليس عيبا أن يطلب الإنسان محبة الناس، ولكن بشرط: محبة الناس إذا كانت بعد محبة الله سبحانه وتعالى. لا يطلب الإنسان محبة الناس وهو مقصر في حق الله تعالى، وهو من الذين يبتعدون عن طاعة المولى جل وعلا. كلا، كان أحد الصالحين يقول: إذا رضي الله فلا قيمة لإعراض العالم أجمع. إذا رضي الله تعالى فلا قيمة لإعراض العالم أجمع. المطلوب الأول هو أن يرضى عنا الله عز وجل، وأن يحبنا الله سبحانه وتعالى، لا أن يحبنا الناس. لأنه كثير من الناس يسعى أن يحسن صورته أمام الناس وهو أمام الله سبحانه وتعالى كثير الذنوب والمعاصي، يسعى أن يذكره الناس بالخير وهو مقصر في حق الله عز وجل، يسعى أن يكون من الوجهاء في الدنيا وهو ليس من الوجهاء عند الله سبحانه وتعالى، يسعى لأن يذكره الناس بالخير ولأن يرضي الناس وألا يحزن عنه الناس وألا يغضب عنه الناس، والله عز وجل عنه غاضب والله عز وجل عنه ساخط. كلا، ليست هذه صفات المؤمنين. صفات المؤمنين هي أن نطلب رضا الله عز وجل وأن نطلب كذلك رضا الناس، ولكن رضا الناس إذا كان في رضا الله
يبتلينا الله سبحانه وتعالى بها. لذلك قال يحبني الله ويحبني الناس. وإذا أحبك الناس الصالحون، إذا انتشرت محبتك بين الناس، إذا ألقى الله سبحانه وتعالى المحبة لك في قلوب الناس، هذا من علامات حب الله تعالى لك. وفي الحديث إذا أحب الله عبدا نادى في ملائكته أني قد أحببت عبدي فلان فأحبوه، قال فتحبه الملائكة. ثم ينشر الله سبحانه وتعالى محبته بين الخلائق أجمعين. وهذا من خصائص، من صفات الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى فرضي عنهم وأرضى عنهم ملائكته وأرضى عنهم الناس. فلذلك تجد بعض الناس يحبهم الناس ويسعون لخدمتهم ويذكرونه بالخير وينتظر ذكر الخير حولهم في ألسنة الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. وإبراهيم عليه السلام كان من دعائه كان يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني الأمم التي تأتي من بعد تذكر سيدنا إبراهيم بكل خير وبكل فضل. وهذا مطلوب لكل مؤمن أن يسأل إذا كان مرتبطا بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل سأل سؤال الحريص على دينه، سؤال الحريص على طاعة ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي دانت له الفصاحة والبلاغة حتى أعجز بلغاء ربيعة ومضر، وكان له منها الحظ الأوفى والنصيب الأكمل. ونحن في أحاديث الأربعين النووية، والأربعين النووية هي جوامع الكلم، حتى قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذه الأحاديث وقد أضاف عليه 10 أحاديث، قال جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أنك تقول جملة بسيطة أو جملة صغيرة تجمع بها أعمالا كبيرة، تجمع بها أصول الدين. لذلك كل هذه الأحاديث التي نتناولها والتي نشرحها في الأربعين النووية هي من جوامع الكلم ومن فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له نصيحة له ونصيحة لنا كذلك، قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفي رواية بين أيدينا وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. يعني سؤال جميل راق بسيط، وجواب جميل راق بسيط، معادلة سهلة. إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا. والله عز وجل كما ذكرت بين لنا صفات العباد الذين يحبهم في القرآن الكريم، وقد فصل فيها بعض العلماء وفسروا تلك الآيات التي ينال بها المؤمن ويصل إلى درجة نيل محبة الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا خلق من الأخلاق إذا فعلناها أحبنا الله سبحانه وتعالى، وهي أن أزهد في الدنيا. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد لغة هو الإعراض عن الشيء. لما نقول الزهد، ما معنى الزهد؟ الزهد في اللغة هو الإعراض عن الشيء، يعني تبتعد عن ذلك الشيء أي زهدت فيه وهو بين يديك. ويقال شيء زهيد أو مبلغ زهيد أو بضاعة زهيدة، يعني لا قيمة لها، محتقرة في عرف الناس. أما شرعا فهو أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن
الغني حل، أخذ الضرورة من الحلال المتيقن فيه، يعني الأمور الحلال التي أحلها لنا الله سبحانه وتعالى من المأكولات، من المشروبات، من التمتع، من اللباس، من غيرها من الأمور الكثيرة التي أحلها الله عز وجل. المؤمن يأخذ الضرورة، يأخذ ما يكفيه، ما يسد حاجته، ويترك الأشياء الأخرى. هذا تعريف للزهد. هناك تعريف آخر للزهد يقول فيه العلماء: هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. أنا عندي أشياء، عندي أملاك، عندي أرزاق، عندي أموال، عندي ألبسة، عندي عقارات، عندي أراضي وخيرات وبركات أملكها. وهذا يبين لنا بأن معنى الزهد ليس هو الفقر. يعني يقال إنسان زاهد معناها إنسان فقير. إذا كنت زاهدا يجب عليك ألا تأكل ولا تشرب ولا تلبس اللباس الحسن ولا تلبس اللباس الجميل ولا تسكن في المساكن الحسنة ولا تركب في المراكب الحسنة ولا تكسب الكسب الحلال. كلا. الإنسان الزاهد هو الذي رغبته تتعلق بما هو خير مما يملكه. لذلك بإمكانك أن تكون تكسب من الأموال الملايير، وأن تكسب من الشقق العشرات، وأن تكسب من السيارات ما قدر الله لك أن تكسب، وتكون زاهدا عند الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ أن تكون رغبتك وتعلقك وتوجهك لله سبحانه وتعالى ليس فيما تكسبه من الأموال أو العقارات أو السيارات أو الحلال أو غيرها، إنما يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى، بتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، بتصديق ما أعطاك الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى. وهذا هو الزاهد، والذي يجعل المال بين يديه لا في قلبه، والذي يكسب الأموال فيصرفها فيما أمر الله عز وجل وجوبا أو ندبا أو إباحة، ولا يذهب يجري وراء المال، ولا يكون جشعا يطلب الزيادة في المال، بالأخص إذا أنعم الله عز وجل عليه وطلبت الزيادة فيما حرم الله عز وجل. ألا ترون إلى من يكسب الأموال الكثيرة ثم يأخذ قروضا ربوية من البنوك، وتجد يأخذ الرشاوى حتى يزداد في ماله، وتجده يأكل حق الناس الذين يتاجر معه وهو يكسب المال الكثير. هل هذا غني؟ لا، ليس بغني. الغني هو الذي يرضى بما قسم الله له، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مروي عن أبي هريرة قال، يعني من الأعمال التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، قال: وازهد وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من هو الغني؟ هو الذي يرضى بما قسم الله له. هذا إنسان يأخذ راتب بسيط بقدر ما يأكل هو وأهله وأولاده، إلى ما جاءه أمر ربوي، أمر يتعلق بعمل أو يتعلق بقرض أو دين أو يتعلق بشراء سكن، تجده يتحرز ويخاف ويستفتي ويسأل ويبتعد عن الحرام. عنده أمر عظيم جدا، أنا أروح أجيب قرض ربوي، هو ما عنده جعل قسمة يأكل ويشرب فقط. وكاين إنسان آخر عنده وش يأكل ويشرب حتى يموت ولا يعلم الأجل إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك كان يدي الربا بالملايين. وشكون الغني؟ هذا الغني عند الناس، هذا هو الغني، ولكن في النفس في الحقيقة هذا هو الغني، لأن الغني لا يطلب زيادة في
وإن الآخرة هي دار القرار، وزهد في هذه الحياة الدنيا ولم يجعل هذه الدنيا في قلبه، وإنما جعلها في يده، وسعى في كسب الأرزاق، وسعى في كسب الأموال، وسعى في تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. هل يحبه الله؟ الجواب يحبه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب، قد عرفنا سبيل محبة الله سبحانه وتعالى بأن نكون زاهدين في هذه الحياة الدنيا. كيف يحبنا الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما أيدي الناس يحبوك، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. نستمع إلى التتمة بعد أذان العشاء.